منتخب المغرب في 22 كان اوفر ريتد. منتخب حسن شحاته لو اتأهل في 2010 كان وصل سيمي فاينل. البرتغال من غير رونالدو تاخد كاس العالم. دي آراء كروية مثيرة للجدل، شوية منهم فعلا مصدقين اللي بيقولوه وده رأيهم الحقيقي، وشوية منهم بيحوروا وبيحاولوا يضحكوا علينا. والنهارده هنقابل واحد منهم ونحاول نكشف مين فيهم بيحور ومين فيهم فعلا مصدق اللي بيقوله، وفي آخر الفيديو هنشوف مين فينا قدر يخمن أكتر عدد منهم صح. حلقه النهارده مختلفه شويه عشان كل الاراء عن كاس العالم واللي بيقولوا ارائهم مش مشجعين عاديين، كلهم شاركوا في تحديات ومعلوماتهم جامده. اما نشوف ارائهم. طبعا النهارده حلقه اراء، وانا مستني الصراحه اشوف اراء اصحابي عن كاس العالم هتبقى ايه. يا ترى هيضحكوا علينا، يا ترى هيقولوا كلام صح؟ خلينا نشوف. كاس العالم مليان اراء غريبه، فالنهارده هنشوف الشباب اللي عندها معلومات جامده اراها عامله ازاي في كاس العالم. جاهزين يا جماعه؟ يلا بينا. يلا ان شاء الله. انا جاي بس عايز اعرف انتوا بتكتبوا ايه هنا. بنكتب ايه هنا؟ انت لما بتبقى بتتفرج عايز تعرف ده اكتر حاجه بتلفت نظرك. ها عامه يعني قال يعني بقى بنكتب بيشجع مش عارف ايه تفاصيل صغيره وفي الاخر بنجيبها غلط فما بتفرقش يعني. بس عامه حلقه النهارده زي ما قلنا مختلفه لسببين. كاس عالم اولا، كل الاراء عن كاس العالم، والشباب كلها اللي جايه شباب شاركوا في تحديات وعندهم معلومات جامده، فمش عارف بقى الاراء هتبقى اغرب من العادي ولا لا. غالبا ده اللي بيحصل. وانتوا كده انتوا مش متعودين على النوع ده من التحديات. حاجه جديده. فانا برضه جايبكم في ايه، في حاجه جديده شويه، ما نشوف مين فيكم هيبقى اجمد فيها. ماشي. انتوا برضه يا جماعه العبوا معانا، قولوا لنا في اخر الحلقه جبتوا كام واحد صح، ويلا ندخل اول مشجع. ايه الاخبار، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الراجل ده عمل حاجه تاريخيه في حلقه التحدي اللي انا كنت عاملها بتاعت كاس العالم. بجد؟ مش عايز احرق للي ما شافش، بس يعني عمل حاجه مش قادر اوصفها يعني. بص انا فخور بنفسي ازاي. ماشي، انت فكرنا طيب اسمك وسنك وكل حاجه. عمر، عندي 22 سنة. طيب عمر 22 سنه، بتشجع مين قلت؟ ريال مدريد. وفي كاس العالم عامه بتشجع منتخب معين ولا؟ يعني على حسب كل نسخة كده. حسب كل نسخه. ماشي، طب وفي ده هتشجع مين؟ لا لسه مش عارف، بس ممكن البرازيل مثلا. ممكن البرازيل. ماشي. ليه ممكن يعني؟ عشان انشيلوتي يعني. عشان انشيلوتي مدريدي اصيل. طب هو مش البرتغال عشان رونالدو؟ لا ما بحبش رونالدو قوي. ما بتحبش رونالدو قوي؟ يعني بحبه بس اللي هو مش قوي. مع انك مدريدي. ماشي. طيب ايه رايك الجدلي طيب؟ اسبانيا 2010 اضعف بطل اللي انا شفته في كاس العالم. بطل؟ اسبانيا 2010 ممكن نقول مثلا من 98 من اول فرنسا. يعني انت قصدك ان من اول 98 لحد كاس العالم الحالي اللي هو لسه طبعا بيتلعب اضعف بطل كان اسبانيا 2010. من ناحيه ايه طيب؟ كلعيبه ولا كتيم؟ كفريق يعني كأداء. هو اليورو اللي خدوه بعدها هو اللي عمل الهايب اللي عليهم ده. بس هم خدوا يورو قبلها كمان. لا يعني ما افتكروش قوي، بس اليورو هو اللي بعدها هو اللي كانوا فعلا فرقه جامده. 2010 كانوا فريق ممكن ممل شويه كمان. ما جابوا 8 اجوان في البطوله كلها وكانوا هيخرجوا في كل دور. انا اظن ده اقل جون من اقل عدد اهداف من بطل، صح؟ وثلاث لعيبه بس تقريبا هم اللي جابوا الاجوان. ديفيد فيا جاب 5 وبيول جاب جون في نص وانيستا جاب النهائي. الباقي. بس عشان كلهم كانوا من برشلونه ولا عشان انت؟ انا مش متعصب قوي يعني، أنا والله بتفرج كده بتابع يعني مؤخرا. ماشي، بس هم كانوا معاهم تشافي وانيستا، يعني احسن وسط ملعب في التاريخ. ماشي، بس هو لسه الموسم ده اصلا كله كان مصاب وما بداش يفوق غير اخر شهرين مثلا تقريبا. نسيتو كيتا هو اللي بيلعب ماشي. بس انت قصدك كاداء، اصل هو كلعيبه اظن ما فيش كلام ان الجيل ده كان جيل تاريخي مش هيجي زيه الاسبانيا او صعب يجي زيه يعني. ولا بس انت قصدك كادائهم في البطوله مش كلعيبه اكيد، صح ولا قصدك؟ لعيبه ممكن اقول مثلا هم 3 4 لعيبه اللي كانوا فعلا جامدين يعني. في البطوله ولا في العموم؟ لا في العموم يعني. في العموم الدفاع كله بتاعهم مش حلو. يعني راموس يعني راموس كباك يمين كان باك يمين انا بس كان حلو قوي في كاس العالم حتى كباك يمين. عمل كاس العالم حلو يعني. ماشي يعني. لا هم وبيول ما بتعتبروش حلو وبيكيه ما جاب فيهم جولين بس في البطوله كلها. ايه؟ جاب فيهم جولين بس. ماشي. يعني هم سجلوا قليل بس دخل فيهم قليل برضه، يعني عادي في. بس هم فريق مش بيدافع يعني. هو لو فريق مثلا بيدافع ماشي هقول لك ماشي دخل فيهم جونين دفعوا، بس هم فريق مش بيدافع، المفروض هم فريق بيهاجم. ما هو هجوم بس هجوم برضه مش يعني مش عشوائي. هو زي ما قالك دخل فيهم جونين بس في كل دور كانوا يخرجوا، والجون كان بيجي بالعافيه. الجون لما كانوا بيجيبوا جون كان اللي هو تحس ديفيد فيا في البرتغال هو اللي رقص ودخل وقطم من جوه شوط. وجون باراجواي كانوا هيخرجوا مع الباراجواي وكاسيس ضرب جزاء. دي حقيقه. بس حتى في نص نهائي المانيا لعبت ماتش احسن منهم بكتير. بس مش عارف لو برضه في الفاينل كده كده هولندا كانت احسن منهم. لا الفاينل كان رايح راجع يعني. لا هولندا ضيعت كذا فرصه. كاسيس الصده دي. شو ماتش هولندا ماتش ايه الاول خالص؟ ماتش البرتغال. الماتش ده كان يعني فرقه كبيره برضه، فمن الطبيعي ان هو ما يخلصش فرق كبير او يعني 1-0 نتيجه عاديه. هو ده نظامهم في البطوله كلها، وخسروا اول ماتش وما كانوش عارفين يروحوا على الجون خالص. خسروا اول ماتش بس بعدها كسبوا كل الماتشات ما دخلش فيهم جوان او دخل فيهم جون تقريبا بعدها. بس يعني قصدي انا فاهم اللي انت بتقوله يعني. طب مين انتوا بالنسبه لكم مين اضعف بطل كاس عالم شفتوه؟ كتيم؟ كاداء مش يعني
سيبك من اللعيبه كاداء، مين بطل اللي كسب كاس العالم بس اداؤه ما كانش مقنع؟ مين انا اوحش؟ متفق معاك. متفق معايا اصلا. حاسس اسبانيا اوحش بطل يعني. لحقك معاك. يعني ايطاليا 2006 لا مختلف. دفاعي، انا بحب ايطاليا وكان كاس العالم جامد، بس قصدي كارقام اظن برضو ما كانوش بيجيبوا جوان كتير. لا يجيبوا ده جوان أكتر. كتير. جابوا جوان أكتر. كتير. جابوا جوان كتير. في ماتش جابوا 4 اجوال بس بتاع اوكرانيا. ده قد 3/4 جوان اسبانيا في البطوله بتاعت 2010. لا ايطاليا 2006 اقوى. انا بقدر لا كانوا جامدين، بس قصدي فرقه دفاعيه برضو. دخل فيهم جون واحد. فرنسا في 98 مثلا. هو كاس العالم اصلا نفسه 2010 اجمالا ما كانش من احسن كؤوس العالم. مع ان الناس تقعد تفتكر بقى كاس عالم بس افريقيا يعني- وبتاع يعني هو كذكريات بالنسبه لي ذكريات حلوه الصراحه. بالظبط. بس ممكن كقوه البطوله بالظبط. قصده. لان دايما بيقارنوا باللي قبله 2006 اللي هو كان اجمد حاجه. 2006 ده كان انا بالذات ده كان اول كاس عالم فعلا احبه من الحاجات اللي حببتني في الكوره يعني. يمكن كلعيبه واساطير كانوا موجودين في البطوله اكتر يعني. انا مشكلتي بس برضه انت بتقول مفيش غير 4 لعيبه جامدين في المنتخب يعني. مين هم بقى ال4 لعيبه؟ مين هم؟ غير كاسياس ممكن نقول مثلا كاسيس كان جامد. كاسياس جامد اتكلم في الملعب يعني حارس ماشي. تشافي وانيستا، بس تشافي الونسو، ديفيد فيا بس. تشابي الونسو بوسكيتس كان معاه. يعني كان عادي يعني، سيسك طيب. طب فابريجاز بالظبط. فابريجاس جامد ما كانش بيبقى اساسي اصلا. بس كان بيلعب، بينزل بس يعني كان ليه بشغل. دور نزل يعني. وتوريز قشطه كان توريز متصاب كان- انا كان بس نزل برضه منها في الفاينل. بيدرو ما فيش خالص. انت بتتكلم مفيش بجد في العموم صح؟ ولا- بتتكلم انا بجد؟ مش بجد والله. يعني انت بالذات مفيش في العموم فعلا ولا مفيش كاب ديفيا ده لعيب ماشي عادي. كابديفيا بس عمل اللي عليه. فقاعه. ايه؟ فقاعه. لا مش فقاعه يعني، بس لعيب عادي يعني. هو الفريق نفسه كان ممل قوي يعني، كان بياخد الكرة وما بيهاجمش. طب شايف مين كان بيلعب كوره احسن في البطوله دي؟ المانيا كسبت 4 الارجنتين و4 انجلترا دي وأحسن حقيقه منهم الصراحه. كتير. طب عامه هو مش اكتر راي جدلي ممكن تسمعه لان لا جمهور برشلونه بالنسبه لهم الراي ده كارثه. هو برشلوني يعني ما قالكش حاجه. لا بس اقول لك حاجه، انا قصدي ان فعلا اسبانيا عامه كان منتخب جامد قوي اللي هو من 2008 ل 2012 بس ادائهم في البطوله دي ممكن لو بالذات هتجيلها من ناحيه المتعه وكده، حاسس ان هو يعني ليها كيس ان هي كان مش امتع حاجه ممكن تتفرج عليه، مع ان هو مين بطل ممتع؟ مين بطل ممتع دي فعلا حقيقه. هم في 2012 كان ذروه الاداء بتاعهم. طب يعني الارجنتين هو اقنعني الصراحه. الارجنتين في كاس العالم الاخير ده كانوا احسن لعيبتهم احسن او ادائهم احسن او ممتعين اكتر؟ هم كافراد هم اقل بكتير يعني. هو ميسي والفاريز حتى ما كانش لسه بقى زي كان دلوقتي. في بداياته يعني. ودي ماريا خلاص كان كبر، فيعني هو كان فريق مش ما حدش طب واداء يعني اداء ايه اللي اداء لعبوا ماتشات احلى من ماتشات اسبانيا. ما ماتش جابوا جوان هولندا كان اكتر أحلى من ماتش إسبانيا؟ كرواتيا. لا مستحيل. اسبانيا في يورو 2012 يورو ممكن يكون 2012 اجمل كان منتخب أجمل. لعب. ماشي يورو بس 2010 لا. عامه كده تايم. تعالى جاهزين تفوتوا؟ انا جاهز الصراحه. انا جاهز. انت جاهز؟ انا جاهز انا ماشي. لو هناخد على راي وسط عبده ان هو واقف كده دي وقفه دفاعيه عشان هو مش راضي على الكلام اللي طالع من بقه. لو هنلعب لعبه الجسد، لغه الجسد. بس انا خلاص بعدين بقى كشفت. بس انا حاسس ان هو مقتنع باللي هو بيقوله. انا كده لسه ما فوتناش، بس انا حاسس ان انا مصدقه يعني. جاهزين؟ بعدين هو مدريد يا عم. مالهاش دعوه. ماشي. كلام مقنع بس حاسه بيحور. حاسه يحور؟ طب يلا نفوت. 3 2 1. ماشي احنا صدقناه وانت الوحيد اللي قلت بيحور. هنعرف ليه. شكرا. ايه الاخبار؟ الحمد لله. قول لنا الاول برضو اسمك وسنك للي بيتفرج انا جد 21 سنه، بشجع برشلونه. انا حاسك مش مطمن اللي انت هتقوله يعني، حاسك شايل هم اللي انت جاي تقوله. لا عادي. عادي؟ وبرشلوني وبتشجع مين في كاس العالم عامه؟ ارجنتين. ماشي برشلوني تقليدي يعني. طيب ايه رايك الجدلي عن كاس العالم؟ كريستيانو 2018 اسوأ اداء لاسطوره في تاريخ كاس العالم. عشان كده انت كنت شايلها من عشان اللي طلع مؤاخذه الصراحه. رمى قنبله فعلا. انت رميت قنبله. انت بتقول ان كريستيانو 2018 اوحش اداء لاسطوره في كاس العالم؟ في تاريخ كاس العالم. في تاريخ كاس العالم عامه. الاسطوره تاريخ كأس العالم؟ الليجند. ليه بقى؟ ليه؟ انا عندي اعتراضات كتير بس انا عايزك انت الاول يعني افرش انت. يعني ماتش اسبانيا ده فيه لعيبه سجلت هاتريك كتير يعني. هو الماتش ده اللي عمله، ده اللي سيطوا عامه في كاس العالم. في ناس عملوا يعني، انت عندك شاكيري وهيجوايين جابوا هاتريك مع منتخبات اضعف بكتير. جابوا هاتريك ضد مين؟ مش عارف هندوراس ومش عارف سويسرا ده. حاجات كده يعني. برضه سكواد اسبانيا ساعتها ما كانش قوي، انت كنت بتلعب بناتشو وعندك دخيا ما كانش في التوب بتاعه. بس لا قصدي اسبانيا كده هيفضلوا طول عمرهم من المنتخبات اللي داخله اي كاس عالم
مرشحه بالذات في الفتره دي. وبعدين قصدي كان ماتش قبل ما يتلعب كان كله عمال يتكلم عليه اللي بقى ده من اقوى ماتشات دور المجموعات، فكان عليه ضغط كبير قوي. وبعدين انا مشكلتي برضو ان انت قلت رونالدو 2018، حاسس رونالدو عمل كؤوس عالم اوحش من يعني حتى لو انت عايز تقول رونالدو عمل اداء وحش قوي في كاس العالم، اشمعنى 2018 في 14 عشان راي جدلي. عشان رايي كده ليه؟ يعني بس قصدي انت مش مقتنع بيه صح؟ بس هو جاب جون في ماتش المغرب وكسبهم ماتش برضه. مش بس المغرب، يعني قصدي المغرب برضه ما كانش برضه في التوب، مش زي 2022. لا بس قصدي هاتريك ضد اسبانيا، جون في المغرب الجون الوحيد في الماتش، خد مان اوف ذا ماتش اظن في الماتشين دول. ايه تاني عمل كاس العالم ده؟ يعني هو في تمام. يعني رونالدو نفس اصلا في عمل كاس العالم مش هو ماتش الاوروجواي ما عملش حاجه يعني. ماشي ماتش طب ما الاوروجواي ميسي في كاس العالم ده جايب جول واحد قصاد نيجيريا ما عملش حاجه وطلع في نفس من كأس فرنسا العالم. برضه. هو ميسي احنا متعودين منه ان هو ميسي لا يعني. ما تخبطش كده كاس يعني. العالم ماشي. قصدك ميسي حلو في كاس العالم ولا ميسي متخيل. وحش؟ أنا ما فهمتكش الصراحه. ميسي اعلى لاعب مساهمات في كاس العالم، عنده 21 مساهمه تقريبا. ماشي بس هو قصده ان بنفس المقياس في 2018 ميسي ما جابش غير جون في البطوله كلها، رونالدو جايب 4 اجوان. اصلا اظن الهداف في 18 كين كان جايب 6 جوان. يعني ميسي قصدي يعني انت عندك ميسي في ماتش فرنسا ده عمل ماتش جامد، مش شرط يعني يساهم او يجيب اجوان او يعمل اسيستات. انا معاك في كل ده، انا بس قصدي مش يعني ايه اللي مخلي اداؤه في 2018 وحش؟ هو انا زي ما قلت لك يعني انت مش بتعدي دور المجموعات انت مش حاسم، يعني انت ما عندكش ولا مساهمه طول تاريخك في كاس العالم ولا اسيست ولا جول في الاقصائيات قصدك؟ ماشي بس خلي منتخب بالك الاوروجواي انت ما فيش غير كافاني وسواريز الماتش ده، عندك باقي الفرقه. بس حوار الاقصائيات ده عامه لحد كاس العالم الاخير هو وميسي ما كانش عندهم اهداف في الاقصائيات. لا ميسي عنده. لا ميسي كل اهدافه في الاقصائيات جت في 22. يعني قبل كاس العالم الاخير كان ميسي ورونالدو كانوا بيتذلوا بنفس الاحصائيه دي. بس كاس العالم بتاع ميسي ده يشفع له بتاع الشيت. تمام ما في ده لوحده دي حرفياً. كده كده تمام، ما حدش هيقول عليها حاجه. بس بس ما حاجه يعني. لا حرام في الاخير مش حاجة. لا بس اديك الكلام ده. بعد الحلقه دي الكلام ده. انا برضه بص، انا مشكلتي كلها ان رونالدو بالنسبه لي كان اوحش اكيد في كاس العالم 2014 وهو مصاب، كان اوحش في كاس العالم الاخير. بالظبط. كاس العالم الاخير ده برضه كان مش احسن حاجه. طب ليه نعكس السؤال؟ ايه احسن اداء لكريستيانو في كاس العالم؟ او انهي نسخه من كاس عالم كان احسن نسخه لرونالدو؟ اكيد اي نسخه هو بيحنكش اللي ما لعبهاش يعني بس. ممكن 2000 بيحنكش لما كان ايام 2006 الحنكشه. 2010 دي 10 النسخ 2006 ممكن لما خدوا ثالث. 2006 كان الصراحه كان حلو، خدوا كان صغير وكانت غير متوقعه يعني. بس كريستيانو عمك. لا مش عامل. طب انا عندي سؤال تاني، مش عارف ما شفت انت عايز تقنعني ان مفيش لعيب من اللعيبه الكبيره عملوا اداء اوحش من ده؟ روني مثلا بتعتبره اسطوره؟ لا طبعا روني مش اسطوره؟ مش انا بتكلم ليجند. ماشي، مين الليجندز الثانيه بالنسبه لك؟ طب مثلا ما انت عندك ميسي في 2010 خلاص بقى ما تخبطش عمال يمسك يعني برضه. يعني ميسي يعني سو قصده ما جابش ولا جون في 2010. انا يعني ده البيك بتاع رونالدو، يعني دي اعلى نسخه رونالدو انا مش شايف. 18 لا مش اعلى بيك لا ده بيج رونالدو 2018 يعني ده بيج اعلى بيج ليه في كاس العالم حتى. انت لو جيت تشوف باقي النسخ جون كل كاس عالم ليه جون واحد. بس انت بنفسك لسه قايل 2006 كان احسن. ما على الاقل كان يعني كتحركات كان بيرقص وكان بيعمل. كان رونالدو يعني. حاسين ايه؟ حاسين انا متاكد ان هو بيتكلم بجد. متاكد؟ عشان برشلوني؟ عشان برشلوني. لا بس مش للدرجه دي يا جدعان. انا حاسه الصراحه انا متفق معاك. متفق مع الراي اصلا. ما تهزرش. طب يلا جاهزين تفوتوا؟ يلا انا جاهز ماشي 3 2 ان شاء الله تكون بتكلم بجد. 1. انا الوحيد اللي قلت كده، انا حاسه كده، حاسس صراحه حاسه جاي عليه زياده عشان برشلونه لا حاسس ان هو عادي جدا ان حد يقول ان رونالدو في كاس العالم مش احسن حاجه، بس انك فعلا تيجي تمسك في احسن كاس عالم رونالدو، او مش احسن كاس عالم بس احسن كاس عالم بالارقام يعني. ومنهم هاتريك في اول ماتش ضد اسبانيا وبتاع، وتيجي تقول ده اوحش اداء حتى لو برشلونه مش حاسسها مقنعه. لا برشلونه بيطلع تيجي منه يطلع منه وقت اوحش من كده. انت قاعد معايا عارف عارفهم. ماشي خلاص شكرا، هنعرف في الاخر بقى. مساء الخير. مساء الخير. هو صاحبي ازيك؟ عاملين ايه؟ بقالي كتير ما شفتكش هناك. جايين مع بعض. هكشفك انا هكشفك يا عم روح بقى. انتوا عارفينه كويس انا اخويا ده. صح؟ يعني المفروض ان لو عنده راي جدلي تعرفوا تقروا بيحاوروا ولا لا. مش كان هو بيحاور على طول اصلا في العادي بيحاور عليكم كتير. ماشي عنده رأي كتير بس لما نشوف الرأي ده هنشوف. طيب ارمي يا عم. منتخب المغرب في 22 اوفر ريتد. اوفر ريتد. منتخب المغرب في 2020 اوفر ريتد. 22 2022
المغرب 2022 اوفر ريتد. طب ليه؟ ليه؟ لو نفتكر الماتشات الاداء هم يعني وصلوا عملوا انجاز مفيش حد تاريخي يعني. مفيش حد يقدر يقرب له بعدين او يعني في القريب. انا مقتنع بذلك. بس على الانجاز على الماتشات هم عملوا ايه؟ كرواتيا في دور المجموعات 0-0. ماشي. كسبوا بلجيكا. احنا كسبنا بلجيكا قبل البطوله دي. مصر بس ده ماتش ودي برضه. ماتش ودي اكيد، بس يعني دي مش احسن نسخه لبلجيكا، واي حد كان يقدر يكسب بلجيكا، والاثبات ان مصر كسبتها. انا فاهم طبعا ان هو ده حاجه انجاز عربي، انجاز افريقي، حاجه ما حدش كان يتخيل انها تحصل. بس على الورق وعلى اللعب يعني لعب ولعيبه قصاد لعيبه وفرق قصاد فرق عادي. ماشي، هم كسبوا البرتغال وطلعوا اسبانيا، كسبوا الاثنين. اسبانيا برضو في الاخر كانت لك. ليه لك؟ لا 0-0 بنالتيات. لو كانوا خسروا بنالتيات يعني طبيعي ان هو يخسر، يعني طبيعي على الورق بالظبط يعني بالظبط. بس دي برضه حتى ما كانتش احسن نسخه لاسبانيا. لا بس برضه في احسن من المنتخب 2018. يعني منتخب ولويس انريكي وبتاع وكان عمال بس برضه يعني حتى ادائهم يعني هم في المجموعات كان ممكن يخرجوا لو نفتكر مع اسبانيا. مجموعه صعبه قوي برضه. ماشي، بس كان ممكن يخرجوا وهم ما خسروش من فرق مستحيله يعني. بس انا عندي بقى اعتراض برضه على حاجه. يعني انت لما تقول ان المغرب كان معاهم كرواتيا اللي كانوا وصيفه قبل كده، ومعاهم بلجيكا اللي عندها جيل ذهبي حتى لو كان في اخره، وكمان كندا الفريق الرابع جوناثان ديفيد وبتاع، يعني مش فريق يعني مش تعبان قوي يعني. فانا قصدي انك تطلع من المجموعه دي من غير ولا خساره وكسبان بلجيكا 2 انت بتقول متعادل مع كرواتيا، دي مش حاجه قليله. وكان الجول الوحيد اللي دخل فيهم اون جول لحد نص النهائي. اكيد يعني دي حاجه تانية ايطاليا بس اللي كانت عملتها. اكيد، بس يعني مثلا انا بالنسبه لي الانجاز اللي عملوه فعلا في البطوله دي هو ماتش البرتغال. هم جابوا ال1-0 وعرفوا يقفلوا عليه. ماتش اسبانيا يعني مصر برضو يعني تاني لا 0-0. ما تقارنش. مش بقارن بس نسخه اسبانيا يعني اللي احنا تعادلنا معاها 0-0 احسن من نسخه اسبانيا بتاعت كاس العالم. هم ولا الجزائر 2014؟ الجزائر كانت امتع، ما عرفوش يعملوا الانجاز بتاعهم، بس الجزائر كانت امتع. طب السنغال 2002؟ السنغال كان امتع اكيد برضه. كانت امتع. بس هي ايه لازمه المتعه يعني لو انت؟ لا هي مش ازمه. انا بتكلم اوفر ريتد ناحيه المتعه. انا قصدي يعني مثلا في الاخر في البطولات اللي زي دي، مثلا كاس الامم الاخيره، كان فارق معاك ان احنا ما بنلعبش احنا كمصر كره ممتعه، ولا كان بالنسبه لك ان احنا واصلين نص نهائي ممكن نكسب؟ انا عن نفسي انا كمحمد لا، كان فارق ان احنا بشجع السيتي فهو بيهتم بيشجع السيتي. مدمن متعه. مش مدمن متعه، متعه كرويه وبيحب المتعه. مش مدمن متعه بس ما بحبش اللي هو اعمل انا انجاز. انا عملت ماتشات وحشه بس انا عملت انجاز. بس هم ما عملوش برضه ماتشات وحشه. ماتش ماتشات وحشه بس برضه ماتشات ما كانتش يعني مش هقول عليهم الفرقه اللي داخله بتدافع بس وراميه يعني فاهم، كانوا بيلعبوا يعني في فرق كتير بتدافع قدام الفرق الكبيره وما بتعرفش تعمل انجاز. وده الطبيعي برضه. ده الطبيعي حلو. هو الكدب حرام. انجازهم مش انجازهم ما كانش كوره يعني كلاعب. ازاي يا عم؟ ازاي؟ طب ما لو ما كان فيش كوره ما كانش وصل نص النهائي دي كبيره قوي. انا عارف والله مش يعني احنا قصدي احنا بندور على اول. طب ما مصر في كاس العالم 2000 القارات 2009 اوفر ريتد. مصر دي فرقه فاشله. خسرنا من البرازيل وخسرنا من امريكا. ايوه بقول لك في مصر دي فرقه فاشله. انت قصدك في الكونفدراليه؟ في الكونفدراليه بس كسبنا ايطاليا يعني وكسبنا ايطاليا. انا بتكلم ان الكوره فيها كل حاجه، ان انت تحاول تلعب على 0-0 او تحاول تلعب 1-0 وتطلع انت عملت انجاز، لان دي فرق كبيره. بس في الاول وفي الاخر مش ده الانجاز الكروي اللي انا بشوفه. امال كان ايه الانجاز؟ ان هو يوصلوا النهائي يعني ولا ياخدوا كاس العالم؟ يعني يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ انا ما قلتش انه ده مش انجاز. هم اللي عملوه انجاز بس منفوخ من وجهه او في مبالغه فيه. انا مش معاك خالص كاداء بس ولا لا كاداء بس. كاداء بس. ايوه بس انا هسألك حاجه. انت كبلد داخله بلد، هم بالنسبه لهم طبعا لازم انهم يعني هم اللي عملوه ده انجاز. يعني هل في انت شايف ان كان في طريقه ان السكواد ده او عامه اي فرقه عربيه قبل كده توصل لنص النهائي وهي بتلعب كره غير دي، او تعمل اداء احسن من كده؟ انا كنت شايف انهم ممكن يعملوا احسن من كده. يعني احسن من كده. يعني انت لو انت مغربي هتبقى مبسوط هم طبعا هم كمغربي هم مبسوطين. انا ماليش دعوه. هم تفكير. انا لو مصر عملت كده مش هقبل ان حد زي يجي يقول الكلام ده. انا واضح مش هقدر احوش المغاربه عنك. انا معترف بالنقطه دي، ان انا لو مصر عملت كده مش هقدر اسمح ان حد يقول حاجه زي دي. بس انا بتكلم بقى كمتفرج كوره محايد او من بره. انا ما كنتش مستمتع باللعب ده او كنت شايفه ان هو عادي. اصل انت برضه ما بتلعبش يعني بالظبط. يعني ايه الطريقه ان انت كمغرب او مصر او جزائر او انت يعني فرقه من الليفل ده تخش ضد البرتغال واسبانيا وتكسبهم؟ ما تلعب عليهم كره؟ انت شايف انها منطقيه؟ البرتغال عندهم فرقتين يا راجل.
هيعمل ايه قدام هيعمل ايه اكتر من كده؟ انا بقول لك ان هم بالنسبه لي هم احسن ماتش هم عملوه هو ماتش البرتغال فعلا. كدب حرام. يعني انا بالنسبه لي هم احلى ماتش عملوه فعلا ماتش البرتغال للسبب اللي انت قلته ان هم لعبوا عليهم وجابوا جون وعرفوا يحافظوا على الجون ده. لكن ماتش اسبانيا بالنسبه لي هو في الاول في الاخر 0-0. اسبانيا لو كانت احسن من كده كانت ممكن تكسب عادي. طيب ماشي. عامه التايم كده خلصان فلازم نفوت. يلا. ماشي. مش عارف والله اخترت في أمر. انا محتار برضه قوي الصراحه. محتار قوي لان هو بيدافع حلو قوي عن الراي بس انا حاسس الراي برضه فيه مبالغه. ماشي انا جاهز. لو 3 انا جاهز. 2 1 انت بقى جاهز بقالك 10 دقايق. بيتكلم بجد؟ انا عايز اغير دلوقتي. ماشي خلاص ماشي شكرا. انا اسمي زياد. إيه الأخبار يا عندي- زياد؟ الحمد لله كله تمام. عندك كام سنه؟ عندي 23 سنه. وبتشجع مين؟ بشجع ريال مدريد والاهلي. صيدلي زي ريال مدريد والاهلي وصيدلي زيك؟ ونفس الجامعة. نفس الجامعه. بجد والله. طب انت ناقصك بس مانشستر يونايتد والزمالك طبعا. بحب مانشستر جدا على فكره. بتحب مانشستر بس برضه؟ الزمالك صعب بصراحه. يا عم ماشي. ماشي طيب. شكراً هو لك. انا لسه باين انتوا الاثنين زملكاويه. بشجع مصر بجد. يعني لا طب بقى غير بجد. مصر يعني مصر بعد ما انا مصر ما تطلع عنديش توجهات بس انا اتمنى كريستيانو يكسب. ايه رايك الجدلي؟ رايي الجدلي ان مصر جيل حسن شحاته لو كان اتاهل لكاس العالم 2010 كان ممكن يوصل سيمي فاينل. مصر 2010 لو كانت اتاهلت على حساب الجزائر كانت هتوصل سيمي فاينل؟ الطريق كان عادي. المجموعات كانت يعني ممكن المنتخب اللي كان المفروض ان هو تقول عليه منتخب كبير هو انجلترا كان هما كان من أسوأ معاهم انجلترا وامريكا وسلوفينيا. يعني حتى هو مفيش الا منتخب امريكا. احنا كنا خسرانين قبله خسرانين في الكونفدراليه بس لكن ساعتها الظروف مختلفه تماما. انت يعني لا تقارن ظروف مختلفه. وبعدين كمان في المنتخب في 2010 كان في دم جديد يعني واحد زي محمد ناجي جده اضافه. كمان امريكا ساعتها كانت قويه جدا يعني بجد. هي صعدت وصلت لنص النهائي طلعت اسبانيا وكانت ممكن تكسب البرازيل في الفاينل عادي. فلا وبعدين الظروف كل بطوله غير الثانيه. كاس القارات عندنا في مصر مش واخد نفس الهايب بتاع كاس العالم فكده كده الظروف مختلفه. بس انا قصدي انت يعني يعني مش عارف. اصل الجزائر اللي متعوده كانت في فترتها يعني متعوده على كاس العالم يمكن اكتر شويه ما خدوش ولا نقطه ثانيه ولا خدوا نقطه تعادلوا سلوفينيا صح؟ لا تعادلوا مع انجلترا. تعادلوا مع انجلترا 0-0. تعادلوا مع انجلترا 0-0 جابوش ولا جول. وما جابوش ولا جون. تعادلوا خسروا من سلوفينيا خسروا من اسبانيا وامريكا. يعني قصدي مصر اللي برضه ما عندناش ولا مكسب عامه بقى في كاس العالم. لا دي حاجه ثانيه بس ما دي ان شاء الله تكون اتغيرت على ما الفيديو ده إن شاء ينزل. الله. بس انا قصدي على اساس ايه كنا نخش نطلع من المجموعه ونوصل نص نهائي. انا عارف يعني خدهم فرقه على اساس ان احنا خدنا تجربه قويه في كاس القارات. يعني كسبنا ايطاليا اللي هي بطله كاس العالم. الجيل مش احسن حاجه بس انت نازل بتلعب اسم كبير. نازل بتلعب منتخب كسبان كاس العالم اخر نسخه. فانت بالنسبه لك ان انت كسبت ايطاليا انت عملت حاجه كبيره جدا. جيت بعدها البرازيل او مش فاكر ترتيب الماتشات بالظبط. البرازيل كان الاول. البرازيل كان الاول. احنا عملنا اداء حلو جدا تقريبا احسن اداء لتاريخ منتخب مصر. خسرنا بسبب غلطه يعني كان ممكن الماتش يطلع. مع ان الدكتور عزيز لسه بيقول ان الاداء ده كان اوفر ريت بتاع الكونفدراليه. بصراحه انا مش اتفرجت اوفر ريتد بس واخد اكبر من حجمه في الاخر ما عملنا يعني. هو ما عملش حاجه. هو ما عملش رومانسي حاجه هو الفكره الناس فاكره ان احنا لعبنا حلو بس ما حققناش نتيجه. احنا بس مش التاريخ مش هيفتكر ان انت خسرت من البرازيل بس هيفتكر ان انت خسرت من ايطاليا يعني احنا لعبنا احسن في البرازيل. بس الفكره مش الفكره ان مصر يعني الجيل ده احتك بمنتخبات قويه. طب انت شايف ان منتخب مصر والجزائر مستواهم عامه بعيد عن ان هم اللي تاهلوا على حسابنا يعني مصر كانت منتخب اقوى بكتير. هو الجزائر كان جيل حلو بس هي كده ماتشات شمال افريقيا عموما كلها في اي ما لهاش علاقه بمين منتخب قوي. هي بقى ماتشات صعبه. ماتشات تبقى حتى في الانديه على مستوى الانديه كمان. بس انا قصدي يعني هم تعادلوا مع انجلترا. كمان ظروف ماتش كاس مصر والجزائر كانت سيئه. كانت صعبه قوي. ماتش درمان ده اللي حصل ما كانش قليل. بس يعني قصدي انت شايف يعني ايه اللي هم عملوه احنا كنا نعمل احسن منه لو كنا رحنا نكسب سلوفينيا اقل حاجه. كنا نكسب سلوفينيا ده كده كنا نتعادل مع انجلترا. ممكن نكسب كاس نكسبها كمان ممكن عادي. الودي ملوش علاقه بالرسم. بعدين انجلترا كانت عامله بطوله سيئه جدا. هي تقريبا انت ماتش امريكا مثلا قبلها بسنه امريكا قبلها بسنه ما كسبتهاش. خلاص نتعادل مع امريكا مش خسرنا 3. بس ماتش امريكا كان فيه غيابات كتير وبعدين كان اخر ماتش واجهاد بدني انت مش متعود عليه دايما. ممكن بقى على ساعتها تكون من فرق من قياس القارات لكاس العالم انت تكون اتعودت شويه على اجهاد البدني. احمد عبد الغني باين بيلعب مهاجم ساعتها. ايوه كان احمد عبد وبعدين الغني. الطريق بقى في الاقصائيات كان سهل. انت هتلعب غانا في دور 16 انت بعدها بكام شهر كسبتها. قبلها قصدي بكام شهر كسبتها.
وهتلاعب بعدها كان الاوروجواي ممكن، يعني لو الظروف كانت مختلفه. لا سواريز ما كانش هيسيبنا. عادي ما عندنا يعني احنا كنا هنشوط لنا البين ابو تريكه ان شاء الله كانت تختلف. فكره ان منتخب مصر كان هيبقى اقوى حتى من الكان، لان كان هيبقى راجع لك ابو تريكه، معاك محمد ناجي جده، وش جديد على المنتخب. هو الجيل ده كان جامد قوي كده كده، كان فعلا لازم وكان يلعبوا نفسي كأس اشوفه في كاس الناس العالم طلعت طبعاً. عليهم، يعني عبد الشافي زاد معاهم، فلا المنتخب بقى متكامل اكتر، فكان يقدر يكمل عن يأدي اصلا شيكابالا. ماشي ماشي كده من تحت ماشي. الدرس يعني. انا بس مش شايف انها يعني سيمي فاينل انا شايفها كتير يعني يعني ممكن- دور حتى لو 8 قلت مثلا تمام. حتى لو قلت نطلع من مجموعه. على الخط اللي هو الاقصائيات السير ده لا عادي جدا، غانا واوروجواي. انا حتى شايف المجموعه كانت المجموعه كانت صعبه، بس اللي يخلي امريكا تتصدر ممكن انت على الاقل تطلع، لا هقول هو تطلع اول عشان ما ينفعش، لو طلعنا تاني المسار هيتغير، بس انت كان ممكن تتصدر في المجموعه، ممكن تتاهل اول. يعني دي بقى النقطة، هل انت كنت تكسب انجلترا وتكسب امريكا؟ هنتعادل مع امريكا بقى. تعادل مع خلاص، يعني هنكسب تعادل 7 نقط كمان في المجموعة دي. هكسب انجلترا. انا بس مش عارف انت جايب الثقه دي منين، عشان انا فاهم ان المنتخب كان قوي قوي، يعني بدليل ان احنا في كاس الامم كنا مكتسحين، وزي ما بقول لك انا يعني كان نفسي اشوف المنتخب ده، حاسس اكتر منتخب كان ممكن يرفع راسنا، بس يرفع راسنا ده اللي هو ايه، نعدي المجموعه بالظبط. يعني نكسب ماتشين، يعني احنا كنا ممكن جولين نعمل ونجيب ده. جولين مجدي عبد مثلا. الغني. في بالظبط. الظروف دي لا نوصل سيمي فاينل عادي. ما هو احنا ممكن نعمل ده احسن من الجزائر في النسخة دي، انا معاك، ما هو بس ان كده احنا كده اي نوصل حد سيمي هيعمل فاينل ده دي احسن من الجزائر في النسخه دي يعني. هو انت هل هو بس بالغ في فكره نص النهائي دي؟ هو مصدق؟ مش عارف. نص النهائي دي غشيمه قوي. تقريبا كان غيرهم من اللي قبله بس ماشي. انت واخد قرار، انت دايما حاسمها، ما اعرفش بقى انت بالاحساس. بالاحساس، هي كلها احساس. ماشي بس انت يلا ان شاء الله تكون بتغلب بجد. نعم 3-2-1 برضه انتوا مصدقينه؟ حاسس لو كان ربع نهائي او هنطلع من مجموعه، بس حاسس نص نهائي دي غشيمه قوي، ما اعرفش، هنشوف. شكرا. عارف يا دوست. ايه الاخبار؟ مساء الفل. زي الفل. مساء الفل. عامل ايه؟ الحمد لله. حاسك انت بقى اللي هتولع الدنيا. ما انا يعني انا خايف عليك وخايف عليك. تعالى لي ميسي اوفر ميسي ريت. اكيد ميسي طبعا. ايوه هو هو رايك عن ميسي؟ طب يعني نبدا ماشي. طب الاول. عرف نفسك كده انا اسمي مالك، عندي ماشي. 24 سنه، وتشجع مدريد اكيد. مشجع مدريد، ماشي. ورونالدو عمي، وهيجرى لي حاجه لو ما كسبش كاس العالم اللي جاي ده. ماشي. رونالدو تفتكر هيكسبه طيب؟ يعني عايش في اوهام لوحدي انا، بس مش يعني ما عنديش ثقه في السكواد، بس هي دي المشكله. ماشي. طيب ايه رايك انت الغريب؟ ميسي قطر 22 خدت هايب اكتر من اللازم. ميسي انت جيت في حاجه يعني واحده هسرد لكم، هقول لكم. انا بقول لك انا خايف عليك، انا سامعك من ورا. ميسي ماشي. 2000 انت بتقول هو خدت اكبر من خدت حجمها. ضجه، واحنا هنا بنتكلم على ليفل ميسي، مش بنتكلم على ليفل حد بسيط، او بنتكلم على اقوى نسخه مثلا للعيب في كاس العالم. ماشي. فخليني اقول لكم في الاول الموضوع ماشي ازاي. ماشي. افتكروا الجروب ستيج، ماتش البطوله بدات السعوديه، بعد كده المكسيك، بعد كده بولندا. السعوديه الارجنتين اصلا عملت ماتش مش حلو، السعوديه كانت احسن بكتير. المكسيك الماتش كان صعب جدا، وبرده كانت الناس كانت قلقانه ان ميسي يطلع، ظهر في مومنت طبعا اللي هي بس انت يعني ده هو شال، لولا الجون ده كان المنتخب طلع. معلش المقطع، انت بتتكلم على المنتخب اجمالا ولا ميسي بس؟ وقال ميسي. انا بتكلم على نسخه ميسي خدت هايب اكبر من اللي يعني اداء ميسي في البطوله في البطولة دي خد ضجه كبيره جدا، مش اتنفخ مستاهله كل الماتش الثالث بولندا ضيع، مش فاكر فاكرين، ضيع ضيع ضربة بينالتي جزاء. تشيزني شالها منه. اللي فك الماتش ده برده مولينا وماك اليستر والفاريز، الجون الثاني جابه الفاريز. بعد كده الدور ال 16 بس انت في المجموعات اهم ماتش من المجموعات احنا الثلاثه. طالعين منها، الارجنتين اصلا الناس مرعوبه، الناس مش مستوعبه النسخه من الارجنتين دي. هو السعوديه كان مفاجاه. السعودية كانت مفاجأة. والمفاجاه دي خلت ان المكسيك. ماتش المكسيك اكتر ماتش فيه ضغط. بالظبط. مين اللي فك بقى الضغط؟ هو ميسي. هي لقطه واحده لقطه، ما هي مومنت. احنا بس هي كاس العالم بطوله لقطات. تمام، هكمل لكم ماشي كمل بعد خلينا أكملها. المجموعات. من اول بقى دور ال 16 لحد الفاينل، احنا بنتكلم على ان كومبيرد باللي انا عاصرته، ده اسهل طريق لبطل. كمان اسهل طريق لبطل اسهل طريق لبطل. كالمنتخبات اللي انت واجهتها ولا كايه؟ استراليا دور ال 16، هولندا بنسخه ضعيفه جدا، بتتكلم في كرواتيا برضو فريق دايما بيبقى مفاجئ. طب قارنها ب 2018، قارنها بالمانيا 2014. عارف لعبت مين؟ المانيا 2014 لعبوا مين؟ مش فاكر طبعا. البرتغال، ماشي. لعبوا اسبانيا، لعبوا برازيل.
برازيل يعني هي السبعه. لا فاهم انا هقول قصدي؟ بس انا قصدي ان انت كده كده استراليا في ال 16 ماشي بتحصل ان انت تصدرت المجموعه، ممكن تلاقي حد اضعف في ال 16، بس بعد كده هولندا مش فريق ضعيف، نسخة وكرواتيا ضعيفة. كرواتيا كانت لسه نسخه ضعيفه، نسخه هولندا دي دي ضعيفه. كانت هتطلعهم اصلا. احنا فيك هورست وشويه لعيبه. فيجورز ده كان في يونايتد، كان راح برضه يونايتد. الارجنتين ساعتها ما كانتش يعني كمجمل ما انا فريق هنا مش بقى مرعب. حته وانت السكواد. بتتكلم على ميسي برضه مش أوكي. الارجنتين. انت لو اتكلمت على الارجنتين يعني كتوتال فريق اقول لك ماشي، بس ما انا هقول لك السكواد دايما بيتقال ان السكواد كان ضعيف، السكواد كانوا ساعتها كانوا ضعاف، بس البوتنشال بتاعه يعني هو نسخه 2014 كان معاه سكواد اضعف، يعني نسخه 2014 اقوى، انما نسخه 22 الاسماء ما كانتش كبيره، بس ماكاليستر راح ليفربول وعمل سيزونز قويه جدا، انزو فرنانديز كان فيه خناقه واتباع اكتر فوق ال 100 مليون. بالظبط. وانا عن نياتي وبصدق الكل ولا هم بتتكلم في جوليان هو ألفاريز. بيتكلم كويس قوي. بتتكلم في جوليان الفاريز لحد النهارده، من ساعه ما طلع بيب بيتخانق عليه، سيتي عايزاه، اتلتيكو مدريد دفعت رقم خيالي فيه. بس لو ميسي مش معاهم مش هياخدوا كاس العالم. بالظبط. الحاجه الثانيه لما انا بتكلم على اداء ميسي ان هو اقل معدل جري في الفرقه، اللعيبه اللي حواليه، عشان كده بقول لك اللعيبه كلها بتفايت بس حواليه. بس ميسي كان بقاله فتره، يعني ميسي حتى في اخر سنين برشلونه ما كانش بيجري خلاص، هو مش مطلوب منه يجري، يعني قصدك اقل معدل، هو معروف بتشوفه في الماتشات بيتمشى في نص الملعب، بس لما بتجيله الكوره خلاص هو ممكن في لقطه لقطتين قلب لك الماتش، هو مش هتقيسه بالجري، هو مش كانتي. انا بقارن كنسخه ميسي كلاعب كوره، هل انت مثلا كواحد بتحبه وبتشجع برشلونه هل دي اقوى نسخه كاداء؟ مش بتكلم كارقام، مع ان حتى كارقام هو جايب 7 ما هو اجوان، السن 3 او 4 منهم بينالتيز. ما هو السن ليه عامل برضه في دي، ما هو اكيد مش أكيد. هيجري. ميسي عمك صح؟ رونالدو عم رونالدو عم بس انا قصدي يعني هل انت شايف، يعني انت شايف ايه، هل هو منفوخ اكتر من حجمه ليه؟ عشان اللي بيتقال عليه عشان الاداء بتاع ميسي قصاد، يعني الطريق بتاعه كان فعلا سهل لاي بطل. يعني هو مثلا استراليا ولا حتى لو بسهولته مش- لو ميسي مش موجود ما كانوش عدوا كل الماتشات دي. يعني هو ولا رونالدو كسبوا البرازيل الكوبا 2002 كسبوا طيب؟ الكوبا بعديها، اتفرجت على هو الكوبا ولا رونالدو بتاعت اخر واحده الظاهرة؟ للأسبوع. دي ممكن تكون اسوء، ميسي تقريبا ما جابش غير جون اي كلام، الفرقه كسبت. هو ولا رونالدو الظاهره 2002؟ انا ما عصرتهاش، بس لا اكيد رونالدو الظاهره 2002، لان يعني رونالدو هو الظاهره ولا رجع مبابي؟ من الاصابه، رونالدو الظاهره كان البرفورمانس بتاعه كان زي بصمه كده للعالم كله، انه يا جماعه لا انتوا قللتوا مني جامد قوي، فانا رجعت. ما عصرتهاش، ما اقدرش، مش انا احسن واحد، بس ميسي 2014 انا عصرتها. 14 ولا 22 قصدك؟ 14 عصرتها بالنسبه لي اقوى. ليه؟ اللعيبه اللي كانت معاه مين مثلا اللي ظهر جامد قوي؟ روميرو. تعبانين ده كان إنما منتخب، ده بقى 22 ده كان 14 منتخب أحسن من كسب. 22. دي حقيقه ميسي بالظبط. بس المنتخب 22 نفسه أحسن. السكواد بوتنشال بتاعه بقى اقوى، دي حقيقه برضه. والدليل ان هم بعد كاس العالم اللي حصل والكوبا اللي بعدها الفرقه بقت كسبت البرازيل اول مره في تاريخهم على ارض البرازيل في تصفيات كاس العالم، الفرقه بقت قويه جدا حتى لو ميسي مش بيلعب، شالوهم وهو عمال يعيط في الدكه، الفرقه كسبت. لو تارو مارتينيز منفجر مع الانتر، ايميليانو مارتينيز كل الناس اتفرج على بتتكلم، الانتر بس في الفاينل كان مضيع جونين مثلا قبل بالامتياز. لعيب تقيل. ايه حجم انجاز ميسي في 22 الحقيقي؟ يعني انت شايف الناس بتبالغ عشان بتقول ايه بقى ان هو ده من اعظم الاداءات؟ ايوه يعني مثلا انا اقدر اقول ميسي قاد الارجنتين لكاس العالم 22. اكيد عشان هو اكبر اسم، بس لا بقى حتى إيميليانو- شيل الاسم، شيل الاسم من الموضوع. كقائد كأداء ولا اقول كأداء. ايميليانو كأداء مارتينيز؟ ايميليانو مارتينيز. شال المنتخب إيميليانو اكتر من مارتينيز. ميسي، كان ليه دور اكبر في مكسب. كومبيرد باداء ميسي بميسي، انا بتكلم على ليفل ميسي. دي مش في فارق قوي. اساطير في اساطير في كاس العالم عملوا ده، يعني زيدان انا ما عصرتهاش، بس رجعت اتفرجت على الماتشات. 2006. مش فكره ارقام، بالظبط مش فكره ارقام، فكره ان انا يا جماعه الفرقه دي مبنيه عليه. بالظبط. اللعيبه عواجيز، اللعيبه رجعت من الاعتزال، بس ما ده اللي بيتقال على ميسي ان الفرقه مش دي فكرة كانت رقم، مبنيه عشان كده على، انا حاطط حته ارقام دي ماشي على انا جنب. معاك، بس قصدي بيتقال ان ميسي 2022 الفرقه كانت مبنيه عليه، انت شايف ان ده كلام غلط يعني؟ بيرفورمانس بقى جوه الملعب الموضوع كان عامل ازاي؟ يعني ماتش كرواتيا ده اوكي قبل الماتش ما كانش حد يقول ان هو ماتش سهل. كرواتيا كانت كده كده منتخب بس تقيل كل وواصل فاينل، وكده كده منتخب فيه منتخب رخم أكيد. على اكيد. ده كان اداء مش فاجر من ميسي في الماتش ده. في لقطه الجون اللي جوارديول ماشي ده دي هي كاس العالم لقطات. واحد نص عمر Moments. تقريبا. يعني وبعدين بتكلم جوارديول على- كان قبل البطوله دي اصلا بيب. يعني كان بيتقال بقى بيتقال ده عليه من كلام احسن على- اللعيبه أقول لك على الصاعده بيب لما في المسلسل بتاع اول اور نوثينج، بيب لما كان بيتكلم على ميسي كان بيقول لك ميسي زي انيمال، ان هو كان على طول بيجري، على طول بيفترس، على طول كبر ماشي، ما ده طبيعي. ما اوكي ما انا بقول لك كومبير بميسي دي مش نسخه قويه. ميسي هي زعلك كتير انا. اكيد لا اكيد ده 100%. ماشي جاهزين تفوتوا طيب؟ انا جاي. انت جاهزين؟ انا شكلي هبقى يعني مش عارف بس. انا فهمت انت رايح انهي اتجاه وانا رايح معاك عامه. انا اكتر واحد على نياتي تقريبا في اللعبه دي. هنشوف. ماشي 3 2 1. ان شاء الله تطلع كدابه يا مالك.
ان شاء الله. انا مصدقك برضه، يمكن انت عشان برشلوني مش راضي مش تصدق ان عارف. حد يقول رايه ده. بس هو دافع عن الراي هو بالنسبه دافع لي باقناع، يعني ككلام، اقنعني مش اقنعنيش بالراي، هو بيعرف يتكلم بصراحه. اقنعني ان ده راي هو مصدقه. طب لو شلنا العاطفه لا مش مقتنع برايك برضو؟ انا مقتنع ان انت يعني انت مقتنع برايك. انت بتفوت عكس كده. مش عارف، مش قادر انا بقول لك عشان كده بتكلم على الموت. طب انا اسالك سؤال، انت طيب اداء ميسي في كاس العالم 22 كام من 10؟ ده 10 من 10 طبعا، ما فيهوش غلط. من غيره المنتخب ما كانش يصعد دور ال 16. هو ده النفخ اللي انت بتتكلم عليه؟ لقطه المكسيك دي ما انا اقول لك حاجه، أنا قبل ماتش المكسيك ده انا افتكرت ارجنتينا هيطلعوا. ده انا قلت ده والله العظيم، ده انا حاجة عامل فيديو ساعتها قلت توقع ان مفاجاه بقى ان من الابطال المرشحه طلع في المجموعات، لان هو فعلا كان بس لو تعادلوا في الماتش ده خلاص طب فرص. هسألك سؤال اوت اوف كونتكست شويه. رودريجو 22 نقدر نديله في الشامبيونز ليج مدريد قصدك يعني؟ نديله ايه؟ نديله كريدت ان هو اللي كسب الفرقه، بس عشان بنزيما هو اللي واخد الكريدت، لان بنزيما كان في كل الماتشات ظاهر، رودريجو ظهر في ماتش، ايماليانو بقى ظهر في كل الماتشات. وميسي فدى كاس العالم للارجنتين إيه؟ صح؟ في فدى كاس العالم للارجنتين صح؟ قولها يا عم. لا خلاص كمل بقى علي بقى. قولها يا عم، انا قولها والله. ماشي. الشياكه ده يا رب. الشياكه طبعا انتوا عارفيني، طبعا هم صحابي عارفين طبعا، غير عارفني بس انا عارفك بس مش بنفس مش المعرفه اللي هم عارفين، مش عارفين ارائي عامله ازاي. يعني انا مثلا انا مش عارف ارائك، فانا مستني، بس انت اول ما دخلت هم متوترين وعمالين يقولوا يعني رجب بص تقريبا لو الراي مش عاجبه هيرميك بالمضرب على طول. لا ان شاء الله الراي هيعجب رجب. هيعجب رجب؟ هيعجب رجب. انا عرفت الراي ده رايح في انهي اتجاه. ماشي، قول. ايه رايك الغريب؟ رايي ان البرتغال في 2026 وعايزين ياخدوا كاس العالم ما ياخدوش رونالدو معاهم. ده الكلام. البرتغال في 2006 بص، اولا الفيديو ده على ما ينزل هيكون اتلعب ماتش او ماتشين من كاس العالم. حلو، فده انت ده يعتبر توقع منك. البرتغال افرض رونالدو بقى جاب جونين في اول ماتشين مثلا. البرتغال لو طول ما هي رونالدو موجود معاهم مش هياخدوا كاس العالم. طب ما احنا لو الفريق مش مثلا على الدكه، الفريق. طب ما احنا لو حطينا نفس المبدا ما ممكن ياخدوا كاس العالم زي ما عملت الارجنتين مع ميسي المره اللي فاتت. يعني زي ما حصل من لعيبه الارجنتين مع ميسي في 22 ممكن يحصل من لعيبه البرتغال مع ممكن يحصل، بس هو ده كان في حافز بقى ان احنا عايزين نكسب ميسي. لعيبه البرتغال مش زي لعيبه الارجنتين ان هم مصدقين ان هم عايزين يكسبوا ميسي، بس تصريحاتهم كلها بتقول كده. بس لا، انت اكتر واحد عارف ان برونو فرنانديز مثلا ده المفروض نجم دلوقتي الدوري الانجليزي، هو عايز يروح يتصيد، بس هو رايح الشو كله هيبقى على مين؟ على رونالدو عايز يروح ياخد الشو. بس برونو بيحب لقطه انا اللي عامل الاسيست وبتاع، يعني عادي بقى، حاسه ممكن عادي جدا وهو قال عايزين نكسب كاس العالم عشان بس لا، فين التصريح؟ قالوا قالوا فين؟ بس انا اقول لك حاجه، قال والله. بس هقول لك برضه ممكن ما اصدقش التصريحات حتى لو بتتقال، يعني قصدي اللعيبه في الملعب بيبان في الملعب بان اكتر في يورو 24، بان اكتر جدا في كاس عام 22 لما قعد على الدكه. رونالدو مشكلته ان هو انا اول حاجه، بس انا معترض مع رونالدو ان هو فكره ان هو يكسب كاس العالم او الناس عايزاه تكسب كاس العالم لسبب ان رونالدو بعد 22 لما خرج من اسبانيا والصوره بتاعته وهو بيعيط نزل الصوره دي على انستجرام وقال لك انا حلمي اكسب كاس العالم. بعد ما راح النصر وطلع مع بيرس مورجان وطلع قال لك انا مش عايز اكسب كاس العالم، مش ده الكاس العالم، مش 7 ماتشات هم اللي هيقيموني. بس هي دي ده لعيب ازاي اصدقه، او لعيبته اللعيبه اللي جنبيه تصدقوا ازاي ان هو ده عايز يكسب كاس العالم؟ بس دي حاجه ودي حاجه. عشان مورينيو قال لك مره ان دايما البطوله اللي انا بكسبها هي احسن بطوله واللي بخسرها مالهاش لازمه. دي اولا ده جزء ده طبعا بني ادم، وغير كده قصدي ان انا ممكن اقول ان انا حلمي اعمل حاجه، بس مش معنى كده انها هي دي اللي هتقيم مسيرتي. يعني هو قصدي ممكن يكون فعلا حلمه، اكيد حلمه ياخد كاس العالم، بس هل لو ما خدش كاس العالم مسيرته بقت مالهاش لازمه؟ هو طلع اتكلم مع بيرس مورجان قال لك انا بنفي ان انا مش عايز ده رمزي رونالدو عادي بقى بيرمي بس انا عندي سؤال، ازاي اللعيبه هتصدق لعيب زي دوت ان هو عمال كلامه متضارب ان هو مش هيحسوا بنفس الشغف بتاع ميسي في كاس العالم 22؟ اللعيبه ذات نفسها كانت مصدقه ان ميسي عايز يكسب كاس العالم، بس هم اكيد عارفين ان رونالدو هيموت على كاس العالم، مش تصريحاته مع بيرس مورجان. هم عارفين ان رونالدو عايز ياخد اللقطه ان هو يجيب لهم كاس العالم. طب ولو رونالدو نفسه وافق ان هو يقعد احتياطي وان هو يطلع في الماتشات ويتبدل وكان الموضوع ايزي، برضه هيبقى فيه مشكله ان هو رونالدو على الدكه، رونالدو لازم ينزل. يعني هو لما حصل كده مع سانتوس هم خرجوا ماشي، بس هو المره دي اكبر 4 سنين فمش هيبقى اعتراضه زي 22. بس انا مشكلتي هو هينزل في الملعب مش هقول مش هيعمل حاجه، بس انا بحسه ان في لعيبه ممكن تلعب مكانه
هتفيد. انا لو مدرب ومعايا كريستيانو هاخده، لان اي ضغط او اي حاجه هو هيشيلها، مش انا اللي ماشي انا هشيلها. معاك، بس الفكره كلها عشان كاس العالم ده يتاخد لازم تبقى اللعيبه كلها مصدقه نفسها ومصدقه ان احنا نكسب كاس العالم، وكلهم روحهم على بعض. رونالدو بيبقى رايح اي بطوله انا عايز اخد لقطه. اخر حاجه في ماتش في الدوري، اخر ماتش في الدوري بتاع الدوري السعودي، لما كان اخر ماتش عشان يكسبوا البطوله، ماني جاب الجون واحتفلوا كل حاجه. رونالدو انا عايز اجيب الجون عشان اخد انا السكسين، انا اللي جبتهم الدوري. ثانيه ليه عايزه على الدكه يعني ولا اصلا ما يروحش؟ لو رونالدو ما راحش في هو كده راح. بص احنا كده هو كده راح، بس هم عشان كده مش هياخدوا كاس العالم. طب ولو خدوه يعني هنطلع يا عم هتقلع ولا ايه؟ مش عشان حاجه والله، بس هي الفكره كلها ان اللعيبه كلها مش هتبقى مصدقه وهي بتلعب مع رونالدو، ان هم عارفين ان هم رونالدو عايز الكوره بسيط، الكوره عشان يحط. لا انا بقول فاكر هقول لك حاجه، فاكر كاس عام 22 الكوره مش عارف ماتش اوروجواي ولا ماتش غانا، الكوره العرضيه لما قعد يقول لك لمس والله لمست شعري يا حكم والله بس عايز اقول لك ان دي بتحصل في كل، يعني قصدي اللقطه اتعملت افيه قوي على رونالدو، بس مهاجمين كتير قوي بيعملوا اللقطه. لا هو رونالدو اناني بزياده، انا متفق. هو كيكه طبيعي ان هو عنده جزء اناني، يا اما ما كنتش هيبقى. بس الروح اللي انت بتتكلم فيها دي انا بشوف انها بتيجي مع البطوله وهي موجوده، مش قبل ما البطوله تبدا. بس مشكله برضو ان وجود رونالدو، يعني مثلا تخيل مثلا رونالدو لعب اول ماتش في البطوله ما جابش جوان، البطوله كسبت ما جابش جوان، هيبقى في ستريس ان رونالدو لازم يجيب جوان، لازم يحسن ارقامه في كاس العالم. انا دي بشوفها في رونالدو، اللي هو لازم، هو حقه ان هو لازم يسيط نفسه، لازم يعمل حاجه، بس هو مش شايف ان هو احنا لازم نكسب كتير. ده رونالدو مشكلتي معاه بقاله فتره مع البرتغال. بس انا عندي سؤال، طب يعني انت مش شايف ان هو هيفيد الفرقه تهديفيا، وان هو تمركزه، وبرضه ان هو يجي يحط نفسه في الحته الصح، يخطف تاب ان بتاع؟ اكيد طبعا، عشان اللعيبه اللي حواليها هتوديه. يعني مين مهاجم حلو، مهاجم صريح حلو في البرتغال دلوقتي؟ هو دلوقتي حاليا لعب مكانه مرتاح جواو فيليكس عامل موسم احسن منه في بس مش مركز رونالدو برضه. لا هو بيلعب مهاجم عادي يعني. عامه في كاس عالم 22 لما رونالدو خرج كان بيلعب بجواو فيليكس وجونزالو راموس الاثنين قدام. جواو فيليكس كان عامل اساسات كتير. رونالدو هيجيب اجوان اكتر من ميسي في كاس العالم ده. رونالدو ميسي هيكسر ارقام كلوزه في اول ماتشين. انتوا الاثنين قلتوا حاجات عكس بعض تماما. شايف ان ميسي هيكسر ارقام كلوزه في اول ماتشين كمان؟ اول ماتشين يعني خليها على القضيه. ميسي مش هيجيب ولا جون في كاس العالم ده. ماشي يا عم احنا مع بعض. انت عمال تمطر. هي الفكره كلها ان هو خلاص رونالدو مش بتاعتك، وانا شايف برضو حته التصريح مش هتخليه بيلعب زي بشغف ميسي مشكلته ان هو المشكله الازليه معاه ان هو بيقارنوه بمارادونا، عشان انت ميسي بالارقام اللي عملها دي كلها مش شايفينه في الارجنتين. طبعا انا هسالك سؤال عشان ما عملوش حاجه. هسالك سؤال، ميسي دلوقتي الارجنتين هتبقى احسن بيه ولا من غيره دلوقتي النسخه بتاعت ميسي اللي في امريكا الفرقه كلها بقت كومباكت عادي، ان هو احنا ممكن نلعب عادي من غير ميسي. طب يعني هل الارجنتين المفروض تلعب من غير ميسي ولا رونالدو بس هو اللي لازم؟ لا مش المفروض. ميسي لغايه دلوقتي بيقدم على الارجنتين. ميسي ممكن دلوقتي في اي لمحه يعمل يخطف لك حاجه مع الارجنتين. هو نفس الكلام لا ايوه ماشي، بس رونالدو بيستنى حد يبص له الكوره يجيبها جون. ميسي ممكن باسيست واحد يعني. ميسي لما انت شفته كان في حد بيتكلم من شويه بيقول ميسي اقل معدلات جري في كاس العالم 22 عشان ميسي كان بينزل يستلم الكوره في نص الملعب لما الكوره تبقى مع الارجنتين ويطلع الناس. مش عارف والله يا رمزي، مش عارف يعني كلام حاسك مقتنع 100% بالكلام ده، مش عارف ليه. انت اصلا مقتنع برضه. بس بحب بس ماشي يلا 3 2 1. كلنا قلنا بتتكلم يعني. شوفوا بقى اللي هيحصل. انت يعني لو بعد كل ده ما بتتكلمش بجد تبقى بتحور كويس. انت خلاص. قبل ما نعرف مين جاب اكتر صح، انتوا تفتكروا مين جاب اكتر؟ يعني اولا هو عمل حاجه عمرها ما حصلت في تاريخ البرنامج. هو جه قال على كل حد بيتكلم بجد. انا عينياتي قوي. انت على بيضحك عليك يا اما انت بتكشف. انت ما كدبتش ولا واحد. حرام تكذب الناس. حرام تكذب الناس. هل ممكن اصلا يبقى في حد ما بيكذبش؟ عمرها ما حصلت برضو ان كلهم يكونوا ما بيكذبوش، يعني دايما بيكون في مثلا 5 بيكذبوا 5 بيقولوا الحقيقه 4 3 يعني ممكن المره دي منهم في نسبه يعني مش قانون. انا عليه صدقتهم وهم براحتهم ما يخشوا النار. اتفضل يا رامي. انت قلت يا باشا ان رونالدو لو البرتغال عايزه تكسب كاس العالم كانت المفروض تسيبه في بيته، وان طول ما هو بيلعب استحاله البرتغال البطوله تتلغي يا رمزي، يلغوها. ماشي. وزي ما بفكرك الفيديو ده نازل بعد ما يكون اتلعب ماتش او ماتشين يا باشا، فممكن الكلام ده يكون بيتحقق او ممكن يكون عكسه تماما اللي حصل. هو يا باشا يجيب 18 جون بس مش هياخد البطوله. ده انت مش هخسرها. يبقى انت اكيد احنا جبناك صح اكيد. انتوا الثلاثه جبتوني صح وفوزونا في كاس العالم 2030 ان شاء الله البرتغال. ماشي. هشام انت قلت
ان المغرب ادائهم في 2022 مع انه انجاز على الورق بس ككوره وكاداء اداء منفوخ جدا وعادي جدا ومش شايف ان هو حاجه مبهره مش كانجاز نص النهائي صح ولا كده ككوره ككوره ده مش حاجه مبهره اه ده كان وجهه نظرك هم يعرفوك كويس قوي ويصدقوك وانا الوحيد اللي قلت ان انت بتحور هل ده رايك بجد اتكلم بجد. اديني حسيتك والله. شكلك هتكسب بالطريقه دي بس يعني انت فعلا شايف الراي ده اه فعلا شايف الراي ده تعرف الجمهور المغربي كويس. انا هتكنسل النهارده. انت قلت ان رونالدو اداؤه في 2018 ده اوحش اداء من لعيب اسطوره او لعيب كبير في كاس عالم هم ما اعرفش ازاي صدقوك انا شايف انها غريبه بزياده حتى لو انت برشلوني وما بتحبش رونالدو شايف ان اكيد ممكن تمسك في كاس عالم تاني لرونالدو لان ده كان تقريبا احسن اداء ليه فمين فينا اراك صح انا فعلا بحور ايوه بقى نعوض كده اكيد يعني بحور ده صح. رونالدو في الاول وفي الاخر ده رونالدو. طب انت بقى شايف مهما ان كنت انا برشلوني بس ده رونالدو. يعني انت ايه رايك الحقيقي ايه بقى ان رونالدو عامه في كاس العالم مش رونالدو بتاع اليونايتد مش رونالدو الريال مش رونالدو يوفنتوس بس مش لدرجه ان اداؤه ده من اوحش اداءات اسطوره كليجند طول كاس العالم كريستيانو بس كاس العالم ده ما كانش يعني انا أحسن. رايح انا كريستيانو النجم الاول للمنتخب لا انا هعمل حاجه. انت قلت ان ميسي اداؤه في كاس العالم 2022 منفوخ واخد اكبر من حجمه ودافعت عن الراي بقوه رهيبه يعني لدرجه ان احنا الاتنين صدقناك ورجب تقريبا رافض يصدق ان في حد ممكن يشوف الراي ده مع انه هو برضه حسيته مصدقك بس كان رافض برضه مستحيل ماشي هل ده كان رايك بجد؟ لا انا كنت بحور بتحور مستحيل يا باشا مستحيل. بس كنت بتتكلم يعني حرام عليك يا راجل. حاسك صدقت بس انت كبرت عشان المشاعر لا انا صدقتك مش كراي صدقت حاولت اقنعك في الاخر بس فشلت. والاحصائيات يا راجل. الاحصائيات وعمال تطلع أنا بس بص هقول حوالي لك هو الراي ان هو خد ضجه اعلى من اللازم ده رايي انا بحور فيه بس انا فعلا مقتنع ان هو في 2014 عمل نسخه احلى من 2022 ما ده راي تاني بقى ده كده بس درجه 22 دي 100% كاس العالم هو عباره عن مومنتس اصلا بالظبط هو لحظه بطوله المكسيك لحظه استراليا لحظه كيف رآه مثلا فعلا فارديول لا هي 100% لا يعني هتدي اداء ميسي في كاس العالم في 22 كام انت قلت 10 من 10 عامل السن يعني حته انا يعني حاولت ان انا ما جريهوش في حته عامل السن دي كتير عشان كده لان طبعا عنده 35 سنه ولا 34 سنه يعني انت الوحيد اللي خدت النقطه دي انت قلت اسبانيا اضعف بطل لكاس العالم. اضعف بطل لكاس العالم والدكتور عبد العزيز بنفسه قال لك انت غيرت رايي عن كاس العالم وصدقته وخدت الراي ده يعني حتى لو انت كنت بتحاول بتتكلم بجد كفايه ان انت اقنعته برايك هل بقى ده لا فتح عينيا فاهم فتح عينيك ان هو ادائهم فعلا ما كانش يعني هي بتخش مع الانجاز فعلا بتاع 8 و12 اليورو قبل وبعد وبتاع بتحس ان ده فعلا كان اكيد جيل تاريخي وجيل جامد كان البيك 2012. بس كاس عالم فعلا كاداء حتى في 2008 يعني ما كانوش قوي يعني. يلا يا عمر خليك جدع. انا بتكلم بجد. جدع ايوه ليه كده؟ ايوه انا هعوض بقى كده عملها عمر. اسبانيا فيها اربع لعيبه بس يا راجل المفترس. 4 و5 بالكتير. لا الفرقه دي كانت مبالغه الجيل ده يعني هما 2 لا يا عم يعني تشافي انيستا فعلا فابريجاس تشابي الونسو راموس دول حتى يا جدع انت راموس كاسياس حتى الدكه سوري كان باك يمين عادي. كان رونالدينيو بيراوغ عليه يعني وميسي وبتاع والله ساعتها بجد. ما قبلها ب4 سنين ولا 5 سنين بالظبط قبلها ب4 سنين كان نضج بقى. ايوه راموس 2010 كان عادي يعني راموس عادي يعني مش راموس 14 مش راموس 14 بس كان بدا يعني لو ديفيد فيا مش هو اللي هيجيب الجون مش هيجي. انت راجل محترم. شكرا. طيب زياد انت قلت ان مصر لو كانت اتاهلت بدل الجزائر في 2010 الجزائر خرجوا من مجموعات مصر كانت هتوصل نص النهائي ما شافش الامل. ادينا حته بقى. والله بحب الاغنيه دي. وانت برضه وطني جدا قلت مش هشجع غير مصر وحتى بعد ما بنخرج بس انا الوحيد اللي ما صدقتش وكنت شايف ان الصراحه بلغت شويه بموضوع نص النهائي ده 16 هم صدقوك فدلوقتي هي دي اللي هتحدد الحلقه لو انا جبتك صح هكسب لوحدي لو انا جبتك غلط هم الاثنين هيكسبوا وانا اخسر لوحدي للاسف هتخسر لوحدك. ما تهزرش والله العظيم لا انا بتكلم بجد ومقتنع. بتتكلم بجد نص النهائي عادي الطريق شاف سهل جدع نص النهائي. طب يا جماعه يعني انا للاسف برضو كنت قلت ايه يمكن فرصتي ان انا اكسبكم في حاجه اطلعكم من بس تاكل فلفل بقى ولا تعمل ايه؟ لا ما فيش عقاب في الحلقات دي. انت عايز تاكل لي مع انه والله العظيم اول ما شفته قال بيتكلم بجد انا قلت هيخسر فاهم اكيد يعني بس ثلاثه غلط يعني بس مشيت يعني
مشيت يعني. او يمكن انت المفروض انتوا عارفين الشباب برضو، انتوا عندكم مصلحه ان انتوا عارفين الشباب اكتر منهم. حصل بصراحه. يلا تتعود في حلقه تانية ان شاء الله. وانتوا بتلعبوا معانا يا جماعه قولوا لنا ايه اكتر راي غريب سمعتوه النهارده وجبتوا كام واحد صح. هنشوفكم في حلقه جايه. سلام.